اللي ما يعرفش قيمتك احرمه منك. والله زي ما بقولكوا كده، ما اصل هو لما يلاقيكي قاعدة متاحة 24 ساعة هو عمره ما يحس بقيمتك. خليني اقولها لكم من غير تجميل، اللي ما يعرفش قيمتك احرميه منك ومن وجودك ومن اهتمامك ومن وقتك ومن طيبتك ومن كل حاجة بتديها له. عشان حرفيا في ناس ما بتحسش بقيمة النعمة غير لما بتروح من ايديها. ما تستنيش بقى عذر ولا اعذار من حد جرحك، او قالك انا اسف معلش اصل حقك عليا اصل ما كنتش اقصد. لا، هما بيبقوا يقصدوا كويس جدا. ده غير ان في ناس اصلا عمرها ما بتعترف بغلطها وعمرها ما بتعتذر، ودايما بتلاقي مبرر لتصرفاتها حتى لو هم غلطانين. هم ما بيغلطوش، وبيخلوك كمان تحس ان المشكلة فيك انت، رغم ان انت يعني عمرك ما عملت لهم حاجة، ويخلوا ضميرك يأنبك. عشان كده حافظي على نفسك كويس جدا، لان هي اغلى حاجة انت تملكيها. عشان حياتنا دلوقتي بقى كلها ناس ما بتحسش غير بنفسها وبس. لو عجبكم كلامي اعملوا شير ومتابعة، واعملوا لايك على الفيديو، وقولوا لي ايه هي الحاجات اللي بتحسسكم ان انتوا طاقتكم مستنفذة، وايه العلاقات اللي بتضيع وقتكم على الفاضي. انا رودي، يا ريت تتابعوني.